السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض رقيش الساده بطريقه سهله جدا، وهقولك على كل اسرارها ازاي تطلع معاكي هشه وطعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه نقول بسم الله. انا هنا معايا كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، وانزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت، وانزل عليها ب3/4 من الميه الفتره من الحنفيه، وابتدي ان انا اضربها كويس جدا. وميزه ان انا استخدمت الميه الفتره ان هي بتخلي العجين ما يفرولش معانا، وبتخلي العجين ان هو ما ينشفش معانا، وبتخلي العجين ان هو ما يطردش الماده الدهنيه بتاعتها. بعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بمعلقه صغيره مليانه من الخميره الفوريه، وانزل عليها بمعلقه كبيره من السكر، وابتدي ان انا انزل عليها بنص كيلو من الدقيق، وابتدي ان انا اقلب الدقيق كويس جدا، وابتدي ان انا اعجن العجينه كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونبتدي ان احنا نعجنها كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا اخد العجينه وابتدي ان انا افردها عندي بالشكل ده على الرخامه، وابتدي ان انا انعم وشها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا اجيب كيس تلاجة، وابتدي ان انا افتحه بالشكل ده، وابتدي ان انا افرده عندي على العجينه، واسيب العجينه ترتاح معايا لمده 10 دقايق بالظبط، ما تزيدش عن كده. بعد كده ببتدي ان انا اخد كرة من العجين، وابتدي ان انا افردها بالشكل ده، افردها على شكل مربع، وابتدي ان انا ارول العجينه بالشكل ده، وابتدي ان انا اضيق الرول بتاعي، وابتدي ان انا لازم اقفله كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا اجي عند اخر حاجه خالص، وابتدي ان انا اقفلها كويس جدا، وبعد كده بسيبها معايا على جنب. بعد كده ببتدي ان انا اخد قطعه من العجين، وابتدي ان انا اعملها على شكل مربع، وابتدي ان انا ارول العجينه بالشكل ده اكننا زي ما بنعمل الفينو. بنحاول ان احنا نضيق اللفات بتاعه العجين بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده بنبتدي ان احنا نيجي في الاخر نقفلها كويس جدا. اهم خطوه ان احنا نقفل العجين كويس جدا، ونحاول ان احنا ما نخليش في العجينه فيه فراغات من الداخل. بعد كده ببتدي ان انا اجيب العجينه، وابتدي ان انا ارولها كويس جدا. بعد كده باجي ببطن ايدي، وابتدي ان انا افرد العجين بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي ان انا ارول العجين كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا افرد العجين بالشكل ده، واضغط عليها ببطن ايدي، وبعد كده ببتدي اسويها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا اجيب السكرابر بتاعي، وابتدي ان انا اقطع بيه العجين بتاعي. اهم حاجة سمك التقطيع بتاعنا. بنقطع العجينة على قد عقلة الصباع، ونبتدي ان احنا نقطع العجين كله يكون متساوي معانا. ما بنقطعهوش رفيع عشان ما ينشفش معانا في الفرن. وبعد ما بنقطعها قد عقلة الصباع بالشكل ده، نبتدي ان احنا نرصها عندنا في الصينية ونسيبها تخمر معانا. واحنا هنا بنسيب القراقيش ان هي تخمر معانا قبل ما ندخلها الفرن. نبتدي ان احنا نسيبها تخمر معانا، واول ما حجمها يتضاعف معانا نبتدي ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. تطلع معانا احلى رقيش بجد جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.